نهضروا على دييغو سيميوني وكريستيانو رونالدو. Llorar, adivina, llorar. Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera. نخليكم على الاهداف اللي استقبلت اليوفنتوس في الالي ونرجع. فرصة جول أمامنا هنا يسجل قلبي الهجوم، سجل خيمينيز وهذه المرة الكبير يا مدير. الروينه كامله والاتلتيكو مدريد فرحانين كاملين وخارجين. Vaya Italia, no vuelva. كريستيانو رونالدو سولوه قال لي اشنو تقول على الماتش اللي جاي، قال لهم انا جاهز للعوده. Yes, I am. Get ready to come back. دييغو سيميوني قال لهم الا باكت علينا اليوفنتوس الهاتريك غنعتزل التدريب ونمشي نبيع البطيخ. يجب علي ان اغير مهنه وبيع البطيخ. الوسيله الوحيده اللي عند اليوفنتوس هي كريستيانو رونالدو، خاصو يباكي الهاتريك. كل شيء جاي يتفرج في هذا الماتش. يوفنتوس من اجل هذا، من اجل الفوز بمباريات دوري الابطال. انا معاك يا رونالدو، تحديدا مع رونالدو والكوره مع رونالدو، فان تكون الريمونتادا معاك يا رونالدو. كريستيانو اين فوا دخل تيران بدا تيكرر في جميع الاهداف اللي تباكاو عليهم في الالي باش يعاودوا يردوا في الروتور. في مواجهة اتلتيكو مدريد، الفريق الذي لم يتلقى اي هدف في 5 مباريات سابقة على التوالي. طلقنا الفراج، راه لينا الاهداف، رانا البيوت، راه نشوفوا الارتقاء اسيدي، واحد البينالتي دار. يدخل برناردسكي، نيت نشوف دييغو سيميوني اشنو غيكون دار في هذه اللقطه فاش باكا كريستيانو رونالدو البيت الاول. الدعوات بعد اليوم المدرب حاول ماركانسن وتوزيعه خطيره، رونالدو قال الحكم المساعد بان الكره دخلت. رونالدو يفجر ملعب اليانز ستاديوم تورينو بتسجيله للهدف الثاني بثنائيه. رونالدو يستجيب دابا رونالدو باكا جوج بيوت وغيزيد الثالث. سيميوني غيمشي يبيع البطيخ. فهمتش انا والله ما فهمت بالرب. ودابا المشكله هو انتقادات كانوا كينتقدوه لي صافي باي باي ايطاليا، باي باي كريستيانو رونالدو، ذهب للنوم، يلا غيبداو يبكيو ثاني. رونالدو جول الثلاثيه التاريخيه وبالثلاثه يضرب يوفنتوس اتلتيكو مدريد. نعم يحق لكم ان تفرحوا برونالدو، نعم يحق لكم ان تفرحوا باستقدام رونالدو، نعم يحق لكم ان تفخروا بتفوقكم وبعودتكم امام الاتلتيكو وما ادراك. هكذا هي كرة القدم. اليوم كريستيانو رونالدو استجاب. سيميوني والله ما نسى لك الحركه. ها هو كريستيانو رونالدو دابا الكوبا ونحطها في المونتاج الكاي. يجب ان يغير مهنته مثل ما قال. على ما فهمت في هذا الفيديو بان سيميوني غيمشي يبيع البطيخ.